ما دينك أنت؟ شيخ هذه مسيحية. متصلة تكتب رقم 3 وطالبة جست. ما يعني هي مش صورة حقيقية تعتبر دمية، يعني ما دينك أنت؟ مسيحية. مم. ما فكنت ق... عايزة ما قانون سمعي قانون الإيمان لو سمحتي. ايه قانون الإيمان ده؟ ها؟ ايه هو قانون الإيمان بالنسبة لك؟ أنا مش فاهمة. إيه هو قانون الإيمان؟ أنا كنت عايزة أسأل سؤال، إن أنت بتقول قبل السؤال، حفظ الصلاة الربانية. أبانا الذي في السماوات فليتقدس اسمك فليأتي ملكوتك ولتكن مشيئتك إلى ما هو. مم. وكيف فأنت تعرفي إن في شيء اسمه قانون الإيمان عندكم؟ أنا ما عارفة قانون الإيمان اللي أنت بتتكلم أنت عنه، من بس وين؟ ممكن. أنت من أي بلاد أنت؟ السودان. من السودان، من جنوب السودان يعني أنت؟ لا، شمال. الشمال. أي. طيب تفضلي، ما هو سؤالك؟ هو مو سؤال، بس إذا كنت حضرت بس اللي مم. هو كنت بتتكلم عن في حوش النبي، قلت إن في إيه؟ حوشية. شنو؟ قلت إن في حوشية إنه كان مذكور اسم محمد، حوشية 9. حوشية؟ استنى ثواني افتحهولك. أنت قصدك هوشع. أيوة. حوشية هذا اللي قاعدة فيه تو، مش هوشع. حوشية. ده إيه طريقة هوشع. نطقي أنا. المهم أنت كنت هذه ما هي خلي لهجة بالك. سودانية، هذه أنت إيش لا لهجتك؟ هي سودانية يا شيخ، لكن تعيش في كندا. على ما يبدو العربية لديها ضعيفة. آه طيب تستطيعين الحديث بالفصحى؟ هحاول. طيب حاولي. ما هو أول شيء، ما تقول، لا تقولين هنا محمد، قولي رسول الإسلام. تمام. لا، أنا بتكلم عن الاسم. ماشي، رسول الإسلام. كان قلت إن هو مكتوب في اللي هو حوشية. إيه هوشع، نعم. فأنا لما فتحت أنا ما لقيتش اللي هو اللي انت كنت بتتكلم عليه ده. فلما أنا فتحت اللي هو في 9 كان بيتكلم عن حاجة تانية خالص، عن الرشم. فإحنا في لا الكنيسة ما اصبري، عندناش قبل حاجة الرشم، اسمها رشم. لحظة بس، قبل ما ندخل في الرشم اصبري بس واحدة واحدة. طيب، أنا تمام. أطلع لك اسم النبي صلى الله عليه وسلم، ثواني. تمام. ونشد الهمة بالتكبيس وبالشير، بارك الله فيكم. بسم الله. على فكرة يا شيخ، لما كان الأخ أبو علاء يتناقش معك، يقولوا أنها كانت تكتب له لا تسلم. مم. طيب، هذه الذي ترينها أمامك هي ترجمة عربية للسبعينية، يعني هذه الترجمة السبعينية في سفر هوشع الإصحاح 9. ماذا يقول في العدد 42؟ ويقبرهم مخماس. من مخماس هذا؟ ننزل للهامش تحت، الهامش 42. وفي النص الماسوري مخمد بالعبري، ويقرأ محمد من الجذر السامي حمد. تمام. طيب، تعال نعرف الآن هذه الترجمة من أين جاءت. هذه ترجمة الدكتور خالد جورج اليازجي، وهذا مكان الطبع في شارع الفسطاط
في ميدان الإسماعيلية مصر الجديدة القاهرة، يعني مكان طبع الترجمة. والذي صدق هذه الترجمة هو تواضرس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية. يعني الترجمة هذه اللي فيها اسم محمد، مكتوب فيها محمد، مصدقة من قبل من؟ من قبل بابا الكنيسة نفسه. تمام؟ طيب أعطيك المفاجأة الآن، نقرأ هذا النص في هوشع 9، نقرأه في العبري اللي هو النص الأصلي مفروض. هو في الإنجيل أصلي اللي أنا شو؟ ثواني بقول أنا لك مالي علاقة بالإنجيل اللي أنت تمسكتي لي، أن كل واحد عنده إنجيل. أنا سأظهر لك النص الأصلي العبري الآن، ركز يا، سأظهر لك النص الأصلي العبري. شوف يا دقيقة. بسم الله. ممكن شوف تقرالي اللي هو النص لو الكامل كام؟ سمحتي لحظة، لو سمحتي لحظة، لو سمحتي. لا تفتح المايك حتى يأذن لك الآن الشيخ. هذا الذي أمامك، هذا الذي أمامك اسمه قاموس بايبل هوب. تمام؟ فيه الكلمات بالنص العبري الأصلي. أنا اللي فاتحة أمامي ماذا؟ قرأيه هوشع 9 الإصحاح 9. شايفتيه أمامك صح؟ شايفتيه أمامك. تعالي نقرأ تحت هنا، شايف تحت هنا. شايف أيوة، نقرأ تحت هنا في كلمة محمد. شفت بالعبري لما ترجمناه للعربي ماذا طلعت؟ محمد. طيب هاي الكلمة في قاموس بايبل هاب، هاي الكلمة قرأيها بالعبري، أو كل الناس يعرفون العبري هنا، في ناس كثر يعرفون العبري هنا. اقرأوا هذه الكلمة يا إخوة بالعبري. أنا مو بعرف محمد. الإبري بس في اللي ناس أنا يعرفوا عايز تحت في العبري، في ناس يعرفوا بالعبري تحت محمد. هاي الكلمة، هذه محمد، وتحت ترجمتها بالإنجليزي محمد. هذا قاموس إيش؟ هذا قاموس بايبل هاب، قاموس نصراني. شوفي ها، هذه الحروف، هذا الحرف هنا يساويه بالعربي ميم، الحرف العبري هنا الخاء حاء ينطق، وهنا ميم، هنا دال. محمد في سفر هوشع 9 في كتابك. أنا جايب لك النص العبري، ماليش علاقة بالترجمات التي حرفتموها ولعبتم فيها، لا، أنا جايب لك النص العبري نفسه من قاموس معروف اللي هو القاموس إيش؟ قاموس بايبل هاب. تمام؟ ها هو على فكرة عندي رابط حتى القاموس، عندي رابط القاموس، أنا فتحت الآن، ها هو رابط القاموس أمامي، هاي الكلمة موجودة. هذا بايبل هاب مكتوب فيه اسم محمد في كتابك. طب ماشي، مع إنه في الكتاب اللي أنا معايا أنت قلت مش معترف بيه. يا تمام. أستاذة، يا أستاذة ركزي معي، ثواني اسمعي. بس. أنت اللي ثواني وأواني مع بعضهم. أنت اللي عندك ترجمات مبدلة ومحرفة. أنا جايب لك النص العبري الأصلي للكلمة، جايب لك النص العبري للكلمة، ماليش علاقة بالترجمة. أنت ما هي الترجمة التي تحملينها؟ ما اسم الترجمة؟ ما اسم الترجمة التي تحملينها؟ افتحي الصوت يا زهرة ولا شو اسمها. حتى من لا يعرف العبرية واضح هو التشابه بينها وبين اللغة العربية. طب محمد ماشي، بالعربي. ما اسم الترجمة التي بين يديك؟ من اللغات الأصلية اللي هو مكتوب عليه الكتاب المقدس، أي كتاب العهد الجديد والقديم، وخد ترجمة من اللغات الأصلية تصدره دار الكتاب اسمعيني، ما اسمها هذه الترجمة؟ هو مكتوب عليه الكتاب المقدس، بس مش مكتوب عليه هو أي ترجمة واحد مكتوب عليه؟ طب ما حتى هذا مكتوب عليه الكتاب المقدس الذي أظهرته لك. طب ماشي،
اللي انا عايزه اساله من الكلام كله. ركزي معايا يا متصلة، ركزي معي. أنا تمام. النص الذي أظهرت لك سفر هوشع أين موجود؟ في العهد القديم صح؟ ايوه، تمام. العهد القديم في الأصل مكتوب بأي لغة؟ اللي هو اللي كنت بتقراه من شويه، اللي هي لغة ماذا؟ العبريه. العبرية. أنا أتيت لك بالنص العبري يقول محمد بالعربي. طب ماشي، انت مش فاهمني. انا بقول لك كلمه محمد، كان بقيه النص بيقول محمد ماله. انا ما قلتش الاسم بس، مش معنى الاسم يعني يعني ان هو. أول شيء خلاص ثواني، يعني إحنا متفقين إن النص فيه كلمة محمد، متفقين. انا مش متفقه عشان الكتاب اللي عندي مش مكتوب عليه نفس وأنا الكلام اللي انت مالي بتكتبه. وأنا طب مالي ماشي، بأم الكتاب اللي عندك الله. ما هو أنا ده الانجيل اللي انا بقراه. أنا فانت جايب مش لك النص العبري يا بنتي، افهمي ايش البشر هؤلاء. جايب لك النص العبري نفسه، ايش علاقتي بالتراجم اللي عندك؟ أنا جايب لك النص العبري الأصلي جايبه لك، وجايب لك الترجمة السبعينية اللي هي ترجمة متفق عليها عند النصارى. أنا مالي بالكتاب اللي عندك اللي ما عرفوش أصلا ما هو أساسا. طيب ماشي، باقي النص كان بيقول ماشي، ايه؟ لحظة بس عشان نحل هذا الخلاف. افتح النص بالعبري واقرأيه. يلا افتح النص بالعبري واقرأيه. ما لا ترجمة عندك ولا ترجمة عندي، سيبينا من التراجم. افتح النص العبري واقرأيه، انت اقرأيه لن أقرأه أنا. يلا ادخلي على قاموس بايبل هاب واكتبي سفر هوشع 9 وشوفي حين تصلين إلى اسم هذا الاسم هل ستجدين محمد أم لا. يلا تفضلي، يلا اقرأينا النص بالعبري. هو انا مش عارفه الا عبري عشان اجريه لك خلاص ما دام اصلا. مش عارفة العبري بتسكتي. ما أنا تكلمني بالعربي. ما دلوقتي انت لو لا جبت لي حول ولا قوة إلا القرآن، انا لو جبت لك حاجه بره القرآن هتقول لي حاجه؟ القرآن مكتوب بالعربي، لغته الأصلية العربية، بينما كتابك مكتوب بالعبرية مش بالعربية. العربية ترجمة، فلا بد أن نعود للأصل وهي ماذا؟ العبرية أو اليونانية للعهد الجديد وليس العربية. أما القرآن الكريم عربي طبيعي، سنرجع للغة العربية. طب ماشي، اجرى لي باقي النص بيقول ايه وترجمها لي زي ما ترجمت كلمه مش محمد. هقرا لك باقي النص ونحن مش متفقين على الأساس اللي هي التسمية. لازم نتفق إن. طيب تعرفي الترجمة السبعينية ولا ما تعرفيش؟ انا مو عارفها لاني مو بكره الترجمات غير الترجمه العربيه يعني اللي أنت عندي. الترجمة السبعينية لا تعرفينها صح؟ ايوه. يبقى سكري الموضوع، انت مش فاهمه حاجه معناتها. طب سكري انا الموضوع، بقول لك اقرا لي باقي سكري الموضوع، النص. ما تحاورينيش. لو طيب سمحتي، ماشي لو ماشي سمحتي انت ماشي لو ماشي. سمحتي انت دقيقه، انت مش عارفه لا الترجمه السبعينيه ولا عارفه النص العبري. انا حتعب نفسي على ايه احاورك؟ يلا طيب ادخلي في موضوع اخر، ادخلي في موضوع اخر. الرشم. الرشم يا سلام. طيب انت طب قلت الرشم. في آية في الكتاب المقدس بيقول إن المرشومين إنه في حاجة اسمها رشم؟ طيب انت اول شيء انت ارثوذكسيه؟ لا، ماذا؟ خمسينية. خمسينيه بروتستانتيه يعني؟ أيوة. طيب اولا انا لم اقل يوما ان الرشم موجود في الكتاب المقدس، هذه لم ترد على لساني أبدا. إنما الذي قلته أن الرشم موجود في الكنائس التقليدية الكاثوليكية والأرثوذكسية. هل تنكري أن الرشم موجود عند الكنائس الكاثوليكية والكنائس الأرثوذكسية؟ أنا ما شفتهاش عشان أنكرها أصلا. ما شفتهاش؟ طب أوريها لك. أنا مش عايزة أنا بتكلم عن الكتاب المقدس لأنك أنت بتقول خلاص إن تمام ماشي، المسيحيين عندهم رشم. اسمعني، بتجمع المسيحيين كلهم. أنا قلت الكنائس التقليدية، تمام؟ خلاص نتفق على شيء. هل كل شيء خارج الكتاب المقدس لا تؤمنين به؟ أيوة. جميل جدا. أخرجي لي كلمة ثالوث في الكتاب المقدس. راحت تبحث، كويس، ابحثي. أنا حتى اللي متابعني كويس يعرف أن كلمة رشم ما قلت أن هي موجودة في كتاب النصارى. أصلا عقائد النصارى كلها مش موجودة في كتابهم. أكبر دليل قلت لها طلعي لي كلمة الثالوث هي قاعدة تعصد. أنا عارف أصلا عقائد النصارى مش موجودة في كتابهم، لا رشم ولا الثالوث ولا التجسد ولا أي عقيدة موجودة في كتابهم.
حتى شيخنا موجود اسمه باللغة العبرية تفصيلا السيد محمد، محمدين، يعني هذيك في نص آخر، بس هذاك في نشيد الإنشاد محمدين، لكن احنا نتكلم عنه. بس صحيح كلامك في سفر آخر. لكن النص اللي كنا نتجادل فيه اللي هو سفر هوشع 9، ومحمدين يعني جمع تعظيم. أنا الذي قرأته في العبرية حكوا ممتكين فلكوا محمدين. صحيح، بس هذا في نشيد الإنشاد. نعم. يلا يا زهرة، هذا كل هذا تبحثين عن كلمة ثالوث في الكتاب؟ ما تتعبش نفسك، والله ما هي موجودة، غير كده تعصد بروحك وخلاص. يلا، حتى المحاولة كويسة. هذا شكله حصلت، هذا شكله حصلت. يا أستاذة زهرة، افتح الصوت لو سمحتي، ادخلي للبرنامج، نحن لا نسمعك، ادخلي للبرنامج. أيوة، افتح الصوت. بقول لك أيوة، ما تخرجيش خارج البرنامج، لن نسمع صوتك حين تخرجين خارج البرنامج. في متى 28، سنفتح أيوة. لك في الكتاب. يلا نفتح. مكتوبة كلمة ثالوث، بيتكلم عن الثالوث. أنا سألتك عن كلمة ثالوث موجودة في الكتاب المقدس؟ مش كلمة حرفية، بس أيوة. بيدل على الثالوث اللي هو الإله، كلمة الله والأب والابن. اسمعيني بس. تمام. كلمة حرفية مش موجودة في الكتاب المقدس، كلمة ثالوث، صح؟ أيوة. تمام. ليه أنت مؤمنة إن بمصطلح ثالوث ولا غير مؤمنة؟ مؤمنة بيه. طب مش موجود في الكتاب، كيف مؤمنة بشيء مش موجود في الكتاب؟ موجود على إنه الأب والابن. أنا ما أتكلمش عن معناه، حنناقش في مسألة المعنى، نحن نتكلم عن مصطلح ثالوث، هل موجود في الكتاب؟ مش موجود حرفيا زي ما انت عايز. مش موجود حرفيا. هل أنت مؤمنة بكلمة ثالوث حرفيا؟ بمعنى اللي هو الأب والابن والروح القدس، أنا مؤمنة بيه. هل أنت مؤمنة بكلمة ثالوث حرفيا أم لا؟ جاوبي. حرفيا لأنه هو الأب والابن. بما أنك مؤمنة بها حرفيا، طلعيها لي من الكتاب بتاعك حرفيا، لأنك أنت قلتي أي شيء خارج الكتاب لا أؤمن به. بس إيه معنى الثالوث؟ أنا ما أتكلمكش عن معنى، أنا لا أكلمك عن المعنى، أكلمك عن المصطلح. أنت بتؤمني بالمصطلح. ما إحنا بنؤمن بالمصطلح لما نعرف المعنى، مش حاسة أؤمن بحاجة أنا مش عارفاها. افتح إنجيل متى 28، يلا. تمام. اقرأ النص. إنجيل متى 28 كم؟ ثواني بفتح. تقصدي نص عمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس، صح؟ 28 19. يلا لخصت عليك. 28 19. تمام. أنا عارف النص أصلا قبل ما تقولينه. تمام. طيب خلينا نناقش هذا النص واحدة واحدة. تمام. لما النص قال فاذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس، هذا الكلام يسوع قاله لمن؟ للتلاميذ. جميل. بماذا أوصى التلاميذ؟ أوصاهم أن يعمدوا باسم الآب والابن والروح القدس، صح؟ تمام. يعني مفروض التلاميذ ماذا يفعلون؟ حين يبدأ بتعميد شخص ماذا يقولون؟ يقولون نعمدك باسم الآب والابن والروح القدس، صح؟ أيوة. طيب هل تعلمي لا يوجد، ركزي ها، لا يوجد تلميذ واحد عمد بهذه الصيغة باسم الآب والابن والروح القدس، ولا تلميذ. هذا واحد. اثنين، التلاميذ حين كانوا يعمدون كانوا يستخدمون صيغة غير هذه الصيغة، اللي هي كانوا يقولون نعمدك باسم يسوع، ما كانوش يقولوا باسم الآب والابن والروح القدس. ثلاثة، هذا النص اعترف كثير من علماء النصارى أنه نص مضاف. أنه نص ماذا؟ مضاف. وهذه المعلومة تؤكد أنه نص مضاف. لماذا؟ لأن لا يوجد أي تلميذ طبق هذه الوصية وعمد أحدا باسم الآب والابن والروح القدس. فلو كان
لو كان هذا النص صحيحا كان التلاميذ حيعمدوا بأي صيغة؟ الآب والابن والروح القدس. طيب افتحي، طبعا التلاميذ كانوا بيعمدوا، مذكور في سفر أعمال الرسل كيف كانوا يعمدون. ما فيش تلميذ واحد كان يعمد بصيغة الآب والابن والروح القدس. هل هم خالفوا وصية يسوع أم أن هذا النص أضيف فيما بعد ولم يكن بهذه الصيغة؟ في أعمال الرسل كام؟ التلاميذ في عدة نصوص في أعمال الرسل ولا واحد منهم كان يعمد باسم الآب والابن والروح القدس. هاتي لي نص واحد في كتابك أن تلميذا عمد باسم الآب والابن والروح القدس، ولا واحد. هم تمام؟ لما نعم. هم لما يعمدوا بيقولوا في اسم يسوع، صح؟ أيوة، ما وبعد كانوش يقولوا ذلك الروح القدس بينزل عليهم. اسمعيني، ما كانوش بيعمدوا بصيغة باسم الآب والابن والروح القدس، كانوا بيقولوا باسم يسوع فقط. لماذا التلاميذ حين كانوا يعمدون ما عمدوا بهذه الصيغة المذكورة في إنجيل متى 28-19 لو كان هذا النص صحيحا؟ لماذا لم يعمدوا بهذه الصيغة؟ أنا مو أعطيك مش مفاجأة هتكلم. أخرى. أعطيك مفاجأة أخرى. في كتاب، خليني أعرض لك النص دقيقة عشان يثبت لك أن هذا النص محرف ولم يكن كذلك من قبل. اسمعيني بس. ما أنت بتجيب لي شوية من بره شوية من عند الكتاب هنا. اسمعني بس، اسمعيني بس. تعرفي مؤرخ الكنيسة يوسابيوس القيصري ولا ما تعرفيه؟ تعرفين مؤرخ الكنيسة يوسابيوس القيصري؟ لا. طيب، هذا رجل عاش في القرن الثاني والثالث الميلادي. تمام. شوفي في كتاب له، هذا الرجل ألف كتابا سماه تاريخ الكنيسة. تمام. شوفي هذا النص في عهده كيف كان، بأي صيغة. هعرض لك على الشاشة الآن. شوفي كتاب تاريخ الكنيسة يوسابيوس القيصري صفحة 100. ماذا يقول؟ يقول: فقد ذهبوا إلى كل الأمم ليكرزوا بالإنجيل معتمدين على قوة المسيح الذي قال لهم: اذهبوا إيش؟ وتلمذوا جميع الأمم إيش؟ باسمي. ما فيش باسم الآب والابن والروح القدس. يعني هذا النص في عهد يوسابيوس القيصري الذي عاش في القرن الثاني والثالث الميلادي لم يكن بالصيغة اللي هي اليوم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس، يعني حرفوا النص بعد ذلك. طب بالعبرانية مكتوبة شو؟ مش بالعبري، هذا يوناني. ماشي، باليونانية مكتوبة شو؟ مش مكتوبة باليونانية بهذا الشكل. مكتوب، ما هو مش مكتوب بالعربي، صح؟ الآن تذكرت اليونانية والنص لا، الأصلي مو لما تذكرت. ما انت عشان ايه بتجيب اليونانية بعد كده بتترجمها؟ بتجيب اليونانية بعدين بنترجمها. قبل قليل لما جبنا النص العبري عن اسم محمد صلى الله عليه وسلم قلت لا أنا ماليش دعوة، أنا لي دعوة بالكتاب اللي موجود أمامي، صح؟ أنا ما قلت ماليش دعوة، أنا قلت لك مش بفهم العبراني. اسمعيني يا زهر، على أساس تفهمي في اليونانية يعني. الآن أنا خليني من التراجم وخليني من النصوص الأصلية. أنا لي كتاب اللي هو كتاب يوسابيوس القيصري في القرن الثاني والثالث الميلادي. أنت تعرفي أقدم مخطوطة لكتابك تعود للقرن الكم؟ هو أنا اللي أنا عارفاه إن في مخطوطات قانونية ومخطوطات غير قانونية. لا، المخطوطات القانونية هي اللي مكتوب اللي الرسل كتبوها. اسمعيني خليني من القانونية وبيبقى من القرن 50 وال100، صح؟ اسمعيني. تمام. أقدم مخطوطة لكتابك تعود إلى القرن الرابع. أقدم مخطوطة لكتابك تعود للقرن الرابع. تمام. كويس. الكتاب الذي عرضته عليك قبل قليل ليوسابيوس القيصري الذي يلقب بمؤرخ الكنيسة، هذا عاش في القرن الثاني والثالث. يعني هذا الكتاب الذي عرضته عليك ليوسابيوس القيصري أقدم من كل مخطوطة كتابك.
أقدم من كل مخطوطات كتابك. النص هذا بتاع متى 28-19 في عهد يوسابيوس القيصري الذي عاش في القرن الثاني والثالث، كانت صيغته كالتالي: عمدوهم باسمي وليس باسم الاب والابن والروح القدس.